ليه الكل بيتكلم عن اسعار الذهب النهارده في مصر؟ صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا نغوص في الحكايه دي سوا. بص يا باشا، السوق مولع، الذهب بيلعبها مراجيح، فوق تحت فوق تاني. طب ليه كل ده بيحصل؟ علشان العالم حوالينا عامل دوشه، الغارات شغاله، البورصات بتنهار، وذهبنا قاعد يقول انا الملاذ الامن، تعالى اتحمى فيا. الناس في مصر كل يوم بتصحى تسأل يا ترى الدهب طالع ولا نازل، اشتري ولا استنى؟ والسوق بيرد يقول على حسب اللي بيحصل. والطلب عامل زي الزحمة في المترو، ناس بتشتري عشان العيال وناس بتبيع عشان الظروف، والمستوردين وصناع الزينة قاعدين يرقصوا على نغمة اللحظة دي نشتري ولا نعديها. دلوقتي بعد كل اللي حصل، الدهب في مصر أكيد مراية للعالم كله. يعني لو في أزمة تلاقيه طالع، لو في هدوء تلاقيه بيهدى شوية. بس هل ده وقت الشراء؟ بمنتهى البساطة، لو انت ناوي تستثمر او تأمن على فلوسك من التضخم ودوشة الاقتصاد، الذهب دلوقتي ليه نفس طويل. بس لو ناوي تشتري وتبيع بسرعة، خليك مرن وراقب السوق كويس. وفي الاخر لو شايف ان الفيديو ده فادك او حتى ضحكك، اعمل اللايك عشان يوصل للناس كلها، واشترك كمان في القناة عشان دايما تكون اول واحد يعرف الجديد.